سريعا كده الزمالك ودجهدها الصومالي. الماتش طبعا مفيش حاجة تتكلم عليها غير خوان بتزيرة. الزمالك جاب 6 جوان، خوان جايب جونين وعامل جونين، يعني مساهم في 4 تجوان. هو اللي عامل الشكل للزمالك، هو اللي عامل كل حاجة في الملعب. بقية الفريق يعني ممكن تتكلم عن فتوح إن هو محتاج بدنيا يزيد جدا. يعني فتوح ممكن يكون البدني عنده ناقص 70%، يعني محتاج لسه 70% بدني عشان خاطر تقول إن فتوح يرجع للملعب. أحمد حمدي يعني ابتدى شوية. ناصر ماهر لسه مش عارف هو عايز ايه. أحمد شريف معقول، بداية كويسة ليه. إنما مش الماتش ده اللي تقدر تحكم بيه على فريق زي الزمالك، لأن أنت بتلاعب فريق في الدوري الصومالي، يعني فرقة ما عندهاش كورة. الحارس بتاعهم بيديك هدايا، الدفاع بتاعهم مش موجود، مساحات زي ما انت عايز تقول بعد الجون التالت. يعني كان المفروض الماتش يخلص 9-10. عودة الونش طبعا مهمة كبديل، إنما الفرق بينه وبين إسماعيل أنا شايف إنه كبير، خصوصا في بناء اللعب. الونش لحد دلوقتي الكرة بتجيله بيخاف يباصي، ولما بيباصي بيطلع الكرة غلط.